Yeah, sir. Oh shit. I didn't see no camera here. سوق العربيات المستعمله عامل ازاي في امريكا، وازاي اختار العربيه اللي تناسبني في اول فتره لما اجي. يا صباح الخير. صباح النور، ازيك يا فادي؟ ازيك يا نادي؟ عامل ايه؟ حبيبي، ايه اخبارك؟ اخبارك انت ايه؟ تمام، كله تمام؟ نشكر ربنا. ثانك حبيبي ان انت استضفتني معاك النهارده. اتكلمنا عن المهاجرين الجداد اللي مش عارفين بالظبط ايه تفاصيل سوق السيارات المستعمله هنا، ايه اللي ممكن ان هم يشتروه، ايه افضل حاجه لو حد حابب ان هو يشتغل اوبر مثلا، او ان هو يشتغل في دليفري او حاجه زي كده، ايه افضل اختيارات ممكن يختارها، خصوصا ان انت عارف دلوقتي ان الدولار غالي جدا، فالمبلغ اللي هم هيجوا بيه ممكن ما يبقاش كبير زي من سنتين ثلاثه فاتوا. شكرا انت جيت العفو حبيبي، شكرا. نحب نساعد باي معلومه ممكن تساعد الناس اللي جايه. طبعا انا عارف الناس بتبقى عندها مشكله شويه في موضوع العربيات ده وشايله همه، بس هو الموضوع مش صعب قوي. كل ما تعرف وتبقى عندك معلومات طبعا الموضوع هيساعدك جامد يعني. بالظبط. خلاص يبقى يلا بينا، تعالى نتفرج كده وناخد كام نموذج وتقول لنا كده تفاصيلها. طبعا تحت امرك. يلا بينا. طيب نادر، بالنسبة للمهاجر الجديد أول عربية ممكن يجيبها تكون رخيصة وحنينة وفي نفس الوقت يقدر يستعملها، مثلا لو حاب ان هو يروح بيها اوبر او يستخدمها في اي دليفري او اي حاجة زي كده، يعني تنصحه بايه؟ بص، هو السؤال ده رده مش محدد قوي، لانه طبعا حسب انت جاي هتعمل ايه بالعربيه. الناس اللي جايه تشتغل بالعربيه لازم تبقى عربيه كويسه والمايلات مش عاليه، تبقى حاجه بتستحمل. فطبعا النصيحه بتبقى التويوتا او الهوندا. هنا التويوتا والهوندا عربيات صيانتها كويسه جدا، مش غاليه قوي، وفي نفس الوقت برضو بتخلي الفاليو بتاعها قيمتها ما بتنزلش جامد. فهي بتبقى عربيات كويسه لحد لسه جاي وعايز يشتغل بعربيه. الاسعار بتتفاوت حسب انت عايز ايه. في ناس برضو بتبقى جايه معاش فلوس قوي، بنحاول نشوف لهم حاجه اقدم شويه. برضو البنزين بتاعها كويس عشان الناس بتبقى جايه مش عامله، يعني البنزين ده ممكن يبقى حاجه مكلفه طبعا، فلو تشتغل بيها مع الدليفري انت عايز اكتر حاجه توفر. ففي حاجه زي التويوتا البريوس، التويوتا الكامري، التويوتا الكورولا، دي عربيات كويسه جدا لحد لسه جاي يعني هل انت تستبعد مثلا حاجات 2001 2002 وكده؟ طبعا الحاجات القديمه دي بتبقى يعني عشان قديمه بتبقى غالبا عليها مايلج عالي، بتبقى صيانتها اعلى، فيعني مش لازم تبص قوي على سعر العربيه، لان انت ممكن تجيب عربيه رخيصه وبعد كده بالتصليحات، لان هنا التصليحات غاليه جدا في امريكا، مش يعني الليبر غالي، فممكن تجيب عربيه رخيصه ويعني وتقرفك شويه في التصليح وتكلفك كتير. يعني تمام. ومتهيألي برضو ان اوبر مثلا لو هتعمل اوبر بيبقى في سنه معينه، مش متهيألي ان هي 15 سنه لازم تبقى اجدد من كده، فلو جبت حاجه قديمه برضو ممكن هتشتغل بيها. طيب خلينا ناخد مثال، مثلا يعني ابتداء من سنه كام مثلا الموديل بتاع العربيه ابتدي ان انا اشتري، ولو المايلج بتاعتها مثلا متوسطه مثلا السعر بتاعها ممكن يبقى كام؟ لو تدينا مثال. يعني 2010 وطالع، لو انت مثلا هتعمل اوبر، لان ده اولموست 15 سنه دلوقتي. المينيموم عشان تجيب عربيه معقوله وتمشي معاك كويس $5000، يعني ده المينيمم ان انت عشان تجيب حاجه كويسه. لو انت معاك فلوس اكتر، ده مش ان انت بتضيع فلوسك، لان هي العربيه تبقى اجدد شويه، المايلات اقل شويه، هتعيش معاك اكتر. تمام، يعني ابتداء من $5000 ممكن اجيب عربيه كويسه تستحمل معايا ان انا اشتغل بيها شغل جامد زي الاوبر او شغل الدليفري. مظبوط. وفي نفس الوقت برضو ما تبقاش متطلباتها كتير كصيانه وكل الكلام ده. بالظبط. اقل من كده انت ما ترشحش قوي يعني. ما رشحش قوي. دي برضو من العربيات الحلوه اللي انا بحبها. جوه الدنيا يعني تحس ان انت دبابه، مش عربيه عاديه، دي دبابه، وده شكلها من جوه. طبعا بقى في كراسي هنا لوحدها وفي كنبه ورا. طبعا الكنبه دي بتتقلب عشان الشنطه تبقى اكبر لو عندك شنط كتير او حاجات كتير عايز تحطها. طيب نادر، انت قلت لنا ان في تفاصيل تانية غير سعر العربيه، حاجات تانية انا برضو هبقى مطالب ان انا ادفعها اول لما اشتري عربيه، زي الترخيص او ضرايب او حاجه زي كده. ممكن تدينا فكره نفهم هل دي بتبقى مبلغ ثابت مثلا ولا نسبه ولا ايه بالظبط؟ دي نقطه مهمه طبعا، لان في ضرايب بتاعت العربيه، دي بتبقى نسبه من المبلغ بتاع العربيه. تمام. ودي في امريكا تقريبا من 6 ل 8% حسب الولايه. تمام.
برضو في عندك الترخيص اللي هي نمره العربيه، دي بتبقى برضو من 200 ل 400 دولار للعربيه. دي حاجات كتيره، يعني حاجات الناس ممكن ما تفكرش فيها بس هي حاجات مهمه. بالظبط. التامين ده حاجه مهمه جدا، لان هنا التامين في امريكا اجباري. الناس كتير بتبقى جايه من مصر ما بيبقوش واخدين بالهم من الموضوع ده لانه مش اختياري. مظبوط. وده للناس اللي بتيجي بالذات جديد بيبقى عالي شويه. طيب نادر، انت عارف طبعا ان في ناس كتير، شباب كتير في مصر، فبيبقوا متخيلين الاسعار يعني رخص التراب، وبالذات الحاجات الالماني زي مثلا مرسيدس او بي ام دبليو او الكلام ده. فهل لو حد مثلا حابب ان هو يشتري بي ام دبليو او مرسيدس، هل ترشح له حاجه زي كده؟ عربيات جميله طبعا، ولو حد معاه الفلوس ليه لا، يعني هي عربيات لاكجري. ما ينفعش ان انا اقول لواحد اركب تويوتا وهو بيدور على حاجه لاكجري، لان احنا قلنا ان التويوتا عمليه واسعارها كويسه وتصليحها كويس. بس هو الغرض من العربيه ايه؟ لو انت عايز تركب حاجه وتستمتع بيها، التويوتا والمرسيدس والبي ام طبعا عربيات كويسه جدا وحلوه يعني. تمام. ايوه. طب خلينا ناخد مثال مثلا زي العربيه اللي معانا دي دلوقتي، المايلج بتاعتها بتبقى قد ايه؟ عربيه زي كده دي عامله مثلا 80,000 مايل. 80,000. اوكي. 80,000 بالنسبه للمرسيدس ده يعتبر عالي ولا قليل؟ لا، يعتبر كويس جدا. يعتبر كويس. يعني هي ممكن مثلا تقعد لغايه قد ايه وتدي لك نفس الاداء الكويس؟ لو عملت الصيانه للعربيات دي 150,000 180,000 بتمشي معاك عادي خالص. نادر، انت بالك قد ايه او كام سنه تقريبا شغال في نفس الشغلانه دي؟ 15 سنه تقريبا. طيب في خلال بقى ال 15 سنه ايه اكتر حاجات انت شفتها ممكن تكون اخطاء دايما الناس بتعملها، سواء مصريين او عرب او اي حاجه، ممكن ما يبقوش عندهم خلفيه عن سوق السيارات هنا، وايه اللي تنصح بيه علشان ما يعملوش الغلطه دي تاني لاي حد جاي قريب؟ بص، هو ده سؤال كويس جدا. اول حاجه ان السوق هنا مختلف خالص عن مصر. فبنشوف ناس كتيره مثلا راكبه عربيه معينه في مصر والعربيه كويسه بالنسبه للسوق المصري، فبيجوا هنا بيبقوا عايزين نفس العربيه. فيجي مثلا حد يقول لك انا راكب هونداي وبدور على هونداي، فانت بتقول له مثلا في الهونداي وفي التويوتا في هوندا، فهو بيبقوا حاسين ان لا الهونداي احسن لان احنا متعودين عليها وكده. المهم ان تفهم السوق ماشي ازاي، كل حته وكل ولايه. يعني مثلا في ولايات حر بتدور على حاجات مثلا معروفه انت كفاءتها كويسه مثلا زي التويوتا، في ولايات فيها تلج بتبقى انت عايز عربيه دفع رباعي. فافهم الماركت واسال الناس اللي حواليك. وانا عارف ان في ناس كتير ما بتحبش تسال طبعا، يعني بيقول لك لا اصل الناس ما بتفتش وكده، يعني المعلومه دي مش صح قوي. الحاجه الثانيه يعني مش ان العربيه رخيصه يبقى انت واخد جود ديل زي ما بيقولوا. لازم تبص على العربيه كويس، لازم تكشف على العربيه كويس. احنا كمصريين دايما بنقول احنا بنفهم في العربيات، بس السوق مختلف والطريقه اللي بتبص على العربيه فيها مختلفه. فيعني كويس ان تاخد العربيه تكشف بيها عند حد مختص زي ميكانيكي مثلا، او لو تعرف حد كويس بيفهم في العربيات تاخده تبص عليها، عشان هي اوحش حاجه ممكن تحصل لك تشتري عربيه وبعد شهرين ثلاثه يحصل فيها مشكله كبيره. بالزبط. التصليح هنا غالي وممكن يبقى سعر التصليح زي سعر العربيه اللي انت دافعه بالظبط. يا خبر، خصوصا ان انت بتقول ان اقل حاجه كويسه ممكن اجيبها هي $5,000، و$5,000 ده دلوقتي بالنسبه لمصر مبلغ كبير. ممكن يبقى مبلغ كبير طبعا. دي برضو عامله كام مايلج؟ دي عامله 120,000. 120,000. تمام. هل برضو انت بالنسبه للبي ام دبليو بترشح ان هي تقعد زي المرسيدس ممكن تقعد ل 180 او كده، ولا بتبقى المده بتاعتها او المايلج بتاعتها اقل من المرسيدس؟ لا، هي بتبقى تقريبا نفس الفكره. هي عربيه الماني وعربيات جميله وسواقتها حلوه وانا عارف اللي بيبقى جاي من مصر بيبقى ممكن ده حلم في يوم من الايام ان هو يركب عربيه زي كده. بس دي مثلا ما ينفعش عربيه تجيبها تشتغل بيها دليفري. تمام. لان هو اول مشكله هتحصل في العربيه هتكلفك كتير وهتلاقي ان انت عملت غلطه يعني. بالظبط. اعتقد ان انت لو كسرت فانوس او حاجه ده ثمن $2,500. $2,500 فانوس واحد. بالظبط. يا خبر ابيض. هنفترض ان $5,000 دولت مش جاهزين معايا دلوقتي، فهل في اي وسيله للتقسيط مثلا ممكن بتسهلوها هنا سواء عندك في المكان او عامه في سوق السيارات المستعمله؟ بص، هو في نوعين من التقسيط هنا. القسط هنا بيبقى يا اما تبع البنك يا اما الديلر نفسه بيعمل قسط اللي هو بيسموه ان هاوس فاينانس او اللي هو الباي هير بي هير. تمام. هنتكلم على الاثنين. التقسيط البنوك ده ما بينفعش لحد لسه جاي من مصر لان هو بيعتمد على الكريدت بتاعهم. لازم يبصوا على الهيستوري بتاع الكريدت بتاعك والكريدت سكور والحاجات دي كلها، فده ما بيمشيش لحد لسه جاي. الان هاوس فاينانس ده بيبقى مش احسن حاجه لانه نسبه الفايده بتاعته بتبقى عاليه جدا. اوكي. فلو انت لسه جاي وهتبدا تحط نفسك في اقساط عاليه وتلاقي نفسك العربيه اللي جبتها ب5 وقفت عليك ب10،
مش احسن حاجه طبعا، لو مضطر ما عندكش اختيار هتجيب عربيه تشتغل بيها، ما عندكش حل تاني. لكن طبعا يعني افضل حل ان الواحد يبقى عامل حسابه وهو جاي لو في الامكانيه ان هو يبقى محدد مبلغ ان هو يشتري بيه العربيه. طب نادر، عندنا مثال اهو مثلا عربيات الماني زي الجيتا دي ومكتوب عليها 1 اونر وتقريبا بحوالي $6000. دي عامله 120,000 مايل برضه. 120. اوكي. طب ايه رايك في اداء العربيه دي عامه؟ هي عربيات جميله، يعني هي عامه العربيات الالماني عربيات حلوه. يعني صيانه العربيه تبقى اعلى شويه لو هنقارنها بحاجات الياباني، لكن هي عربيات جميله وعربيات بتعيش وسواقتها حلوه جدا طبعا للناس اللي غاويه يعني موضوع السواقه ده وبتستمتع بيه. طبعا عربيات من اللي بنرشحها لاي حد لسه جاي ويعني دي عايز موديل يجيب كام؟ حاجه رخيصه شويه. دي موديل كام؟ دي 2013. 2013. يعني ينفع حد ان هو يسوق بيها اوبر؟ دي ماشيه في اوبر حلو جدا. انا عايز برضه اسالك سؤال تاني. لما بنيجي نتفرج على الفيديوهات او حتى لما بنفتكر واحنا لما كنا بنروح في مصر مثلا في سوق عربيات مستعمله او كده، كنا بنشوف عربيات كتيره ممكن يبقى فيها مثلا فانوس مكسور، واخده خبطه جامده وتبقى متسابه على حالتها. انا شايف هنا من ساعه ما انا دخلت انا مش شايف مثلا ولا عربيه فيها مثلا فانوس مكسور او اي حاجه زي كده. هل انتوا بتقوموا بتصليح الحاجات دي قبل ما تعرضوها، ولا هي بتبقى جايه لكم كده، ولا الوضع بيبقى ماشي ازاي؟ لا يعني معظم الحاجات بتبقى فيها شويه شغل، وده جزء كبير من الديلر او تجار السيارات بيعملوه هنا، ان لما بتيجي العربيه بتكشف عليها بتشوف هي محتاجه ايه بتعمله. برضو حاجه مهمه قوي ان لما حد بيجي يشتري عربيه من اي حته لازم يكشف عليها كويس. اوكي. في احنا مثلا بنستخدم حاجه زي الكارفاكس، ده حاجه بتوري الهيستوري بتاع العربيه، لان انت ممكن التصليح هنا يخدعك، يعني بتجيب عربيه وتحس ان شكلها كويس وتطلع ان مثلا حد كان عامل بيها حادثه جامده، وده بيسبب مشاكل في حاجات كتير. اوكي. فجزء من الديلرز بيعملوه ان هم بيوضبوا العربيه، بيضمنوا لك ان العربيه الى حد ما كويسه يعني. ايوه. طيب بالنسبه للتامين، هل التامين بيتحدد بناء على سعر العربيه ولا على الموديل بتاعها ولا عن ايه بالظبط؟ لا، هو اكتر حاجه بتبقى بتحدد سعر التامين مده سواقتك او يعني الرخصه بتاعتك بقالها قد ايه في امريكا. تمام. عشان كده قلنا في الاول ممكن التامين يبقى عالي شويه، وكل ما رخصتك بتقدم كل ما التامين بينزل. تمام. واحنا عندنا شركات بنتعامل معاها بتساعد الناس بالذات اللي جايه من مصر، يعني الناس الجديده بيجيبوا لهم احسن سعر يعني في السوق. اوكي. طيب انت كنت قلت لنا على حاجه اسمها ضمان. هل بيبقى في ضمان على العربيات بعد ما بشتريها؟ يعني هل في فتره معينه لو اكتشفت فيها اي عيب مثلا او حاجه، هل ينفع ان انا ارجعها ولا ده مش اوبشن بالنسبه للناس؟ لا، في العربيات المستعمله القديمه القانون هنا ان هو كل العربيات بتتباع از. تمام. وده يرجع للنقطه اللي قلناها، ان انت لما تشتري عربيه لازم تخلي بالك ولازم تكشف عليها كويس، ويفضل نصيحه ان الناس تاخدها الميكانيكي. لكن في شركات ضمان بس لازم تدفع فلوس، يعني ممكن تاخد ضمان سنه بس دي حاجه بتدفعها زياده على سعر العربيه، فانت ممكن تدفع $1000 زياده على العربيه وتاخد ضمان سنه مثلا او سنتين حسب انت عايز ايه. طيب نادر، عايزين بقى نصايح نهائيه بقى. تمام. زي ما قلنا، هو اول طبعا نقطه مهمه ان يبقى في جزء مخصص لشراء العربيه. تمام. انت وانت جاي عامل حسابك تشتري عربيه يبقى في انت مبلغ حاطه ان انت تشتري بيه العربيه. الحاجه الثانيه، انت هتدفع مبلغ في عربيه لازم تكشف عليها كويس، لانه طبعا هنا في ناس كتير بنشوفهم بيجيبوا عربيه ممكن بيدوروا على حاجه رخيصه، يروحوا يجيبوا عربيه مبسوطين ان سعرها رخيص والعربيه دي مثلا فيها مشاكل، مخبوطه خبطه جامده قبل كده، التايتل بتاعتها مش نظيفه، في حاجه اسمها ريبيل تايتل، دي طبعا بنستبعدها خالص لانها عربيه يعني كانت عامله حادثه جامده وكانت لازم تروح المرور ويكشفوا عليها وكده، فدايما العربيات دي بتدي مشاكل. الحاجه الثالثه، لما تيجي تشتري من في ناس كتير قوي دلوقتي انتشر موضوع الفيسبوك والماركت بليس والحاجات دي كلها. صح. لازم تخلي بالك، لان هو في ناس كويسه وممكن تجيب عربيه رخيصه فعلا وحد عايز يبيعها، لكن برضو في زي اي حاجه الناحيه الثانيه اللي هو بتجيب عربيه حد عايز يخلص منها عشان فيها مشكله. احنا دايما بنقول احنا بنفهم في العربيات كلنا، بس في حاجات ما بتبانش. يعني في حاجات انت ممكن تبص على العربيه وتسوقها وتحس ان العربيه كويسه، وبعد مثلا كام يوم بتلاقي العربيه بدات تعمل لك مشاكل. تمام. فخد وقتك، دور كويس، افهم الماركت عامل ازاي، اكشف على العربيه كويس، نقي العربيه كويسه المناسبه للحاجه اللي انت عايز تعمل بيها. يعني لو هتشتغل بعربيه بتشوف حاجه مناسبه للشغل.
لو عايز عربيه لاكجري مفيش مشكله، برضو بتشوف احسن حاجه في كده، بتدور في الماركت بتاعك عشان في الاخر الاختيار يبقى اختيار كويس وما ترجعش تندم عليه. تمام. هاي نادر، انا بشكرك جدا جدا ان انت اتحت لنا الفرصه دي ان احنا نبقى متواجدين في المكان بتاعك وتدينا من خبرتك، وبرضو يعني بطلب منك لو تسمح لنا ان احنا نحط رقم التليفون بتاعك والعنوان هنا علشان اي حد موجود في منطقه اورلاندو او في فلوريدا عامه وحابب ان هو يتواصل معاك عشان يسال عن اي عربيه مثلا هو حابب يجيبها. اكيد طبعا، وانا اتشرفت برضو، وبالتوفيق لكل الناس اللي جايه، ولو في اي حد عنده اي سؤال طبعا احنا نحب نساعد يعني باي معلومه. ويعني بشكرك على الحلقه الجميله لانه يعني فيها حاجه كويسه تفيد الناس، لان انا متاكد ان في ناس عندها اسئله كتير في موضوع العربيات. بالظبط.